أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن ساندهم ومن آزرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن أحبهم، فاحشروا اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. اليوم سوف نتحدث عن أمور ربما تكون غريبة على البعض ولكنها الحقيقة. سؤال لازم كلنا نسأله: ليه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه استقر في العراق مثلا في الكوفة وما جاش مصر، مع ان جند مصر وعدد سكان مصر وقوة مصر في الوقت ديا كانت أضعاف قوة الكوفة أو العراق. وده لسبب بسيط جدا، هو إن مصر أصلا لم تدخل الإسلام. عندما أتى ابن النابغة مع جيوشه، هم يقولوا جيش الفتح، طبعا الفتح طبعا هو ما حصلش فتح لمصر، هو كل الحكاية إن هم استبدلوا واحد بواحد. المصريين كانوا مسيحيين والروم كانوا مسيحيين، لكن دول على مذهب ودول على مذهب، فكان بينهم بعض التضاد. فكانوا الروم بيضطهدوا المسيحيين المصريين في الوقت ده. علشان كده المسيحيين المصريين تحالفوا مع جيش عمرو بن العاص هذا ابن النابغة، وسندوهم وحاربوا معاهم الروم لحد ما انتصروا على الروم. ولكن كان في شرط من الشروط، ايه هي؟ ان هو ممنوع عليه هو او جيشه انهم يدخلوا مصر او يتجولوا في شوارع مصر او تطأ اقدامهم ارض مصر الطاهرة. علشان خاطر كده عمرو بن العاص ده راح في حتة في الجبل اللي هي مكان ما يسمى الفسطاط حاليا، وبنى مدينة الفسطاط، جمع فيها القوات بتاعته والجيش بتاعه قعدوا فيها، وكان ممنوع عليهم انهم ينزلوا مصر، وكان ليهم فقط انهم ياخدوا الجزية. ودي حقائق تاريخية. حتى بعد كده بمئات السنين لما جم الفاطميين ودخلوا مصر، برضو كان الشرط من المصريين عليهم علشان خاطر ما يقاوموهمش او ما يحاربوهمش ان هم ما تطأش اقدامهم ارض مصر. ممنوع عليهم ان تطأ اقدامهم ارض مصر. فبنى جوهر الصقلي مدينة القاهرة حول الفسطاط دي، جه حوالين الفسطاط دي وبنى وسعها شوية وبقت اسمها مدينة القاهرة، وقعدوا فيها بعيد عن كل أراضي مصر وقرى مصر. وبدأ فيما بعد ياخد عليهم الإسلام الحقيقي اللي هو إسلام محمد وآل محمد. فالمصريين دخلوا في الإسلام أفواجا، فتحولت مصر إلى دولة إسلامية في القرن الرابع الهجري سنة 355 هجرية. طب ليه ما أسلموش مع وجود عمرو، وجود بني أمية بعد كده، وجود دول كلهم في مصر؟ لأن دول كلهم جابوا لهم دين مزيف اللي هو دين أبو بكر وعمر، دين بيقول فيه إن عبس وتولى أن جاءه الأعمى هو رسول الله. فقالوا إزاي نترك دين رجل كان يشفي الأعمى ونتبع دين رجل يعبس في وجه الأعمى؟ دي نقطة من النقط يعني. عشان خاطر كده مصر لم تكن دولة إسلامية. حتى لما جه
آل البيت إلى مصر السيدة زينب وكده، اللي حماها المصريين كونهم ليسوا على هذا الدين، وما كانش لا بني أمية ولا غيره يقدروا إن هم يقفوا قدامهم. حتى لما جه واحد من المصريين وراح يشتكي لابن سوهاق عليه لعنة الله اللي هو عمر بن الخطاب الملعون ده، إن الكلب ابن الكلب ابن عمرو بن العاص ضربه وخد منه الفرس عشان كسبه في السباق وكده، البعض واخدها حاجة كبيرة ان عمر مثلا قال لا اضرب عمرو، لو قال له اقطع رقبة عمرو كمان هيقطعها مفيش مشكلة. ليه؟ لانه خايف من المصريين ينقلبوا عليه، لو انقلبوا عليه لا هو ولا ابوه ولا حتى جيوش الاسلام كلها لو موجودة كانت تقدر انها تدخل على مصر او المصريين في الوقت ده. ده كان خوف من المصريين، لان المصريين مش تبع امه، ده قبطي يعني مصري، ولو كانوا يقدروا انهم يغيروا هذا الواقع كانوا غيروه، ما كانوش قاعدوا زي الكلاب في الفسطاط بره مصر. اقروا التاريخ عشان تعرفوا الصح ايه. مصر اقدم واعظم حضارة في التاريخ. مصر اللي اسسها الفئة الناجية من قوم عاد، دول كانوا جبارين. تخيل ان الهرم ده لما اتبنى، الحجر اللي انت شايفه ده في الهرم اللي هو متر في متر ولا مترين في مترين ده، اللي مش عارف بيوزن كام طن، كان بيشيله بايده كده وحطه. شوف ده كان يبقى حجمه كان عامل ازاي. بناية الاهرامات بسيطة جدا، لكن عظمة الاهرامات مش في كيفية بنائها، لا في كيفية البناء وفي مقاييس البناء وفي النظام بتاع البناء، ازاي يتعمل الهرم ده علشان خاطر يكون مركز للطاقة وانتاج الكهرباء. ما تصدقوش البهايم اللي بيقولوا لكم ان الاهرامات دي مقابر والكلام الفارغ ده، ولا اللي بناها كلب اسمه خوف ولا كلب اسمه خفرع ولا كلب اسمه منقرع. لا، الاهرامات دي اللي بناها 3 اهرامات اللي بناهم هو شداد ابن عاد، اللي هو معروف عندنا باسم ذي القرنين، اللي هو شداد بن عديم وابن البرشيم وابن قفطيم وابن مصر وابن مصرايم ابن هود عليه السلام، ابن عبد الله بن الرباح بن خالد الجلدي، ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، ابن لامك بن متشلخ بن خنوخ بن يارد بن هلالين بن قنين بن عنوش ابن شيس بن آدم. ده الوحيد اللي ملك الدنيا كلها، وسمي بذي القرنين لأنه عاش حكم قرنين من الزمان، والقرن في الوقت ده كان بيقدر ب600 سنة، يعني حكم حوالي 1200 سنة وحكم الدنيا كلها، وعاش في أغلب الأقوال أكثر من 1600 سنة، فهو أطول البشر عمرا، أطول من نوح. وهو اللي بنى اسكندرية القديمة، اسكندرية الغارقة دلوقتي اللي تحت البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلو من اسكندرية الحالية. وهو اللي بنى إرم ذات العماد اللي هي طيبة أو الأقصر، واتسمت إرم على اسم جدهم الكبير اللي هو احنا قلنا ان هو عوص بن إرم ابن سام بن نوح. ودي إرم ذات العماد. أما إرم بس هي دي اللي في السعودية، مدينة إرم في السعودية، إنما دي مميزة عنها بذات العماد، إرم ذات العماد. ودي إرم في السعودية اللي هي في الأحقاف بين اليمن وعمان في جنوب السعودية. أما إرم ذات العماد فهي طيبة أو الأقصر، ودي اللي بناها قلنا شداد بن عديم بن برشيم بن قفطيم بن مصر بن مصرايم بن هود عليه السلام. مصر نشأت على التوحيد، نشأت على الحنيفية، حتى إبراهيم نفسه جه تعلم الحنيفية من هنا من مصر. مصر أصل العرب وأصل العروبة،
وإسماعيل تعلم اللغة العربية من أمه، مش من قبائل جرهم وقحطان والجرهم والحاجات دي، لا، تعلم اللغة العربية من أمه اللي هي هاجر المصرية، وزوجته بعد كده كمان اللي هي بنت خالته اللي هي المصرية. اقروا التاريخ صح علشان تفهموا صح وتتعلموا صح. فمصر اللي هي بالشكل دي مستحيل ربنا هيخذلها. عشان كده خاطر كده الإمام علي يقول لي إيه: عجبا لكم يا أهل مصر، يجبر الله كسركم وينجز مواعيدكم ويغني عائلكم. ده هي مصر الحقيقية اللي مستحيل إنها تضام. وإن كان فيه بعض الخونة تسلطوا على مصر في فترات معينة، فالفترات دي إلى زوال وإلى نهاية، ونحن نعيش الآن في نهاية هذا القاذورات، نهاية هذه القاذورات، وسوف تتخلص مصر في الأيام القليلة القادمة من تلك القاذورات والخونة الذين تسلطوا عليها، وستعود مصر إلى المصريين. فأبشروا أيها المصريين، وأبشروا وأبشروا وأبشروا، فالخير قادم بإذن الله، ربما أسابيع أو أشهر بأقصى تقدير. مستحيل 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 يوصل هذا العذاب اللي عايشين فيه المصريين إلى سنة قادمة، مستحيل، من عاشر المستحيلات. فالخير قادم وقد اقترب وقد اقترب وقد اقترب، فالبشرى لكم يا أهل مصر، والسلام عليكم وإلى لقاء آخر.